السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شكرا لك خالد. إذا عقب الافتتاح هذا الجميل معنا فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. في البداية فخامة الرئيس أهلا وسهلا في ديرتك الثانية قطر، وحياك الله. وكيف شفت الافتتاح وكيف شفت هذا التنظيم اللي قبل انطلاق صفرة الحكم؟ تنظيم رائع من أروع ما يكون، عالمي، أقل ما يقال أنه تنظيم عالمي يشرف دولة قطر الشقيقة ويشرف العالم العربي كذلك، وفيه أقوال وأقوال وأقوال. خليهم يتكلموا، ما أعتقدش. مسلم اليوم ينظم هذه البطولة العالمية ويجمع العالم بأسره. هذا الكلام اللي كنت نقوله، يعني هذا لب الملاحظة نتاعي، أن اليوم نفتخر كدول عربية بشيء اللي وصلت له، المستوى اللي وصلت له قطر في تنظيم احتفالية عالمية مثل هذه، لملايير الأنظار ملتفتة إلى قطر اليوم. شيء عظيم، تنظيم جيد لا غبار عليه. الباقي دروك كل ذي نعمة محسود مثل ما يقال. إن شاء الله نتمنى فقط أن الفرق العربية، الدول العربية في مستوى الكروي توصل يوم من الأيام إلى نفس المستوى، يعني حتى نحلم أننا نرى يوم من الأيام دولتين عربيتين في نهائي كأس العالم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا فخامة الرئيس. الله يبارك فيك. شكرا طال عمرك. تحية. نعم، معنا فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. فرصة سعيدة جدا أن نلقاك في قنوات بي إن سبورتس. هل لديكم رسالة توجهونها في هذا اليوم الاستثنائي لدولة قطر وأيضا للمنطقة والدول العربية بشكل عام؟ هو الرسالة الوحيدة هو الافتخار. نفتخر كثير أن دولة عربية شقيقة تصل إلى هذا المستوى من التنظيم. كأس العالم اللي كان احتكار على بعض الدول الأخرى، فخورين كذلك أن الافتتاحية كانت في مستوى دولي رغم أنف ما يقال هنا وهناك. شكرا. فخامة الرئيس، لديك كلمة للمنتخبات العربية المشاركة؟ والله نتمنى لهم الفوز، نتمنى لهم الرقي، نتمنى إن شاء الله باش مثل ما شفنا في شقيقة قطر هذا المستوى العالي من التنظيم، أن نصل اليوم إلى دولتين عربيتين في نهائي كأس العالم إن شاء الله. غابت الجزائر وإن شاء الله تظهر من جديد كما عودتنا. شاءت الأقدار كذلك، ولكن إن شاء الله خيرها في غيرها كما ما يقال إن شاء الله. شكرا لك فخامة الرئيس، شرفنا في قناة بي إن سبورت. شكرا جزيلا لك. إذا كان هذا السيد فخامة رئيس